تنزلي الستاير دي. محمد. محمد. بقى ماما، بقى كل ده يطلع منك؟ انا كنت شاكك برضه في الموضوع ده. يا محمد ما تفهمنيش غلط. انت فهمت الموضوع غلط على فكرة. انا بقول لها عايزة انزل الستاير دي عشان انا اللي اغسلها مش هي. ماما. نعم يا ابني. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة يا ابني، معلش عيشوا، انا عايزاكم تعيشوا يا ابني. بس تقدري تفهميني اللي بيحصل ده ايه؟ وموضوع من غير كذب ولا نفاق. موضوع ايه؟ احكي لي بقى اللي حصل بالراحه كده. وانت بتعملي في ماما ليه كده؟ هو انا عملت معاها ايه؟ طب وليه؟ انا بخليها تساعدني في البيت. طيب واللي انت كنت بتغسله لها ده، انا قلت انا داخل بس لقيته ماما وشها مقلوب، حسيت في حاجه غلط. انا دايما ما بنقولش الحقيقه. انا ما بكدبش، ما انا قلت لك بتساعدني في البيت، ما قلتلكش ما بتعملش حاجه. وبعدين لما كنت بغسل لها رجلها، ايه المشكله؟ غسلت لها رجلها، حسيت انها رجلها وجعها. لا اكيد الموضوع غير كده خالص. والله يبقى اسالها. قولي لي والنبي الصراحه عشان انا ما اظلمهاش. ايه يا ماما، حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا حبيبي، كل حاجة حصل. يا ماما ظهري وجعني قوي. من ايه يا بنتي؟ ظهري وجعني مش قادره. من ايه يا دناي؟ مالك؟ مالك يا بنتي؟ تعالي والنبي يا ماما شيلي بس الترابيزه دي عشان مش عارفه. طب انت مالك يا دناي؟ ظهري والله مش قادره. لا يا بنتي، الف سلامة عليكي يا حبيبتي. تسلمي. عايزة ايه تاني؟ ما عليكي يا بنتي. تسلمي يا ماما، ممكن بس بعد اذنك عينيا يا حبيبة قلبي، عيني يا بنتي. تسلمي عيني. اي حاجة عايزاها انا اعملها لك يا بنتي. بسم الله. عايزة ايه تاني يا بنتي؟ ممكن بس الشاحن، معلش. حاضر يا بنتي، خدي يا بنتي. شكرا. عايزة ايه تاني يا بنتي؟ عايزه كوبايه ميه. حاضر يا بنتي، خدي يا بنتي. ميرسي. ايه ده؟ ايه يا بنتي؟ ده سخنه، ما جبتهاش من التلاجة ليه؟ معلش يا بنتي. خدي، مش هشحن، اركنيه. ممكن تجيبي بقى المقشه وتكنسي لي الصاله دي. هاتيلي المقشه اكنسي لي بس السجاده دي. حاضر يا بنتي. والنبي يا ماما معلش. ماما. نعم يا بنتي. ممكن تجيبي لي شويه ميه بس احط رجلي عشان رجلي وجعاني. ماما. نعم يا بنتي. ممكن تجيبي لي ميه بس اغسل رجلي عشان رجلي وجعاني. حاضر. يا بنتي. ادعكي كويس. ماشي يا بنتي. بالراحه. انت بتدعكي جامد قوي كده ليه؟ ماما الباب. بسرعه تعالي اقعدي مكاني. قوم بسرعه. شكله محمد ولا ايه؟ اقعدي. حطي رجلك، يلا حطي رجلك.
يا ماما ما قلتليش. أنا مش عايزة مشاكل يا ابني، مش عايزة مشاكل. معلش يا ابني عشان تعيش. يا ماما نعيش، ده انا جايبك هنا عشان نريحك. معلش يا ابني. وانت عماله تقولي لي بنتي وجوزها وهي تتعبك. معلش يعني ينفع يا ماما هي تتعبك؟ هو ما ينفعش، بس معلش يا ابني طيب يا ماما عشان تعيش يا ابني. عشان تعيش بقى لازم تاخد بقى ايه نصيبها. انا ولا بطلق ولا بضرب، المعامله بالمعامله. معلش يا ابني، لا حقي، صح ولا لا؟ اللي انت عارفه صح يا ابني اعمله. الله ينور عليكي. ماما الصدق عندك حق، هو برضو ايه يعني ملناش احنا في موضوع الطلاق، احنا بقى نعمل ايه بقى؟ المعامله بالمعامله، صح ولا لا؟ الجاكيت ده طبعا انت قلتي بقى انا هتحول عليكي، لا ولا بتاع ضرب ولا خناق، بس ايه العين بالعين والسن بالسن والبدي اصلا. ده هيتغسل على ايديكي، ما تحطوش في الغساله ماشي؟ ولما نضيفش والبيت ده وسخ عايز يتنضف، تقلعي لي بقى الحاجات بتاعتك دي وتلبسي لي بقى كده وقومي بقى البيت، وماما هتقعد معززه مكرمه، ولو سمعت اي حرف منك او زعلتيها هيبقى اخر يوم ليكي في البيت ده وعلى بيت ابوكي، مش هطلقك، هسيبك كده زي البيت الواقف. ولا مش ماشي؟ ما هو انا بقى ليا مزاج تغسليه على ايديكي. اتفضلي امسكي يا اصيله، امشي. وانت يا ماما اي حاجه زي كده لازم تبلغيني، ما ينفعش تعملي كده، ولازم تجيبي يعني انا لو ما جبتلكيش حقي انا مش راجل، انا ولا هاجي عليكي ولا هاجي عليها، ولا في صفك ولا في صفها، انا في الحق والحق حق. ماما انت حاجه زي كده المفروض تقولي، فاهماني؟ افرض انت تعبانه وجايه تعبانه، ما ينفعش يا ماما. معلش يا ابني انا ما رضيتش اقول لك عشان ما تزعلش مني. لو حصل حاجه تانية يا ماما تعرفيني ماشي يا ابني. عشان ما تتعودش هي على كده. ماشي يا كده ابني. غلط. ماشي يا ابني. انت المفروض امي وجايه تقعدي عندي. ماشي. والمفروض بنتك عملت معاكي، اما هي تيجي عليكي ليه؟ ولا انت تيجي عليها ولا هي تيجي عليكي، ولا انا في صفها ولا انا في الحق. انا شايف اللي حصل ده، كنت حاسس ان انت تعبانه وبتنهاجي، قلت لا معلش يا ابني. لازم اقف، معلش. لازم اكشف الموقف. معلش يا ابني. ما ينفعش يا ماما، حقك عليا يا ماما. لا يا حبيبي. دي مجرد رسالة بنقدمها في كل بيت مصري، ان احنا نتقي الله في بعضنا، واللي عندها حماتها تشيلها على دماغها، واللي عندها امها تاخد رضاها ورضا حماتها ورضا ابوها ورضا الاهل، كله فوق الراس قبل اي حاجة. وطبعا ماما انا طبعا والله انا عاجزة عن الكلام معاها وتعبها معانا. يا حبيبتي. اتكلمي لا يا الناس يا حبيبة ماما. قلبي، احنا بنقدر رسالة للناس والناس تشوفنا. اهم حاجة بس ما كنتش زعلانة من رد لا يا حبيبة قلبي انا مش زعلانة، ده انتوا بتبينوا الدنيا عاملة ازاي وبتبينوا الخير، انتوا بتبينوا الخير للناس، عايزين الناس تبقى كويسة مع بعضها. طبعا طبعا. ايوه يا بنتي. وربنا يهدي يا بنتي. يا رب يخليك. طبعا مش كل واحد برضو بيقدم رسالة بشر او في ايا كان الفعل، رد الفعل بتاعه مش ده طبعه، يعني اكيد كلنا بيبقى كل واحد ليه شخصية، التمثيل بيبقى غير الحقيقة. عايزين الشير واللايك والكومنت، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن جمهورنا الحبيب. شكرا.